السلام عليكم المتابعين ديالنا. اليوم جبنا هذه الكاميرا ديال ارفاديس، كاميرا الطاقه الشمسيه. ان شاء الله غادي نركبوها في العربيه عندنا، نركبوا جوج حنا حدا العرسه على قبل هاد العنيبات. بالنسبه للكاميرا ديالنا هي كتجي بحال هكا على هذا الشكل، كيجيو فيها جوج ديال الالواح ديال الطاقه الشمسيه باش نتفاداو المشكل ديال الشارج ديال الباتري بالليل. دائما عندنا جوج الواح ديال الطاقه الشمسيه، كاع جميع انواع الكاميرات ارفاديس فيهم جوج الواح ديال الطاقه الشمسيه. ها هو اللوح الاول واللوح الثاني. بالنسبه للالواح فكيجي معاهم هذا الكابل، يعني اللي عنده جوج ديال الرؤوس باش يركبوا في الالواح الطاقه الشمسيه، وهذا كيركب في الكاميرا. بالنسبه للفيسات والشوفيات كيجي كلشي، جميع الفيسات والشوفيات كيجيو مع الكاميرا، ما كيخصك والو، ما تشري حتى شي حاجه، كتجي انت فقط غير تركب الكاميرا. ها هما الفيسات والشوفيات ديالها. بالنسبه للكاميرا كتجينا على هذا الشكل، هذه كاميرا بثلاث عدسات اللي كتجي بهذا الشكل هكا، فيها العدسه لتحت، هذه العدسه هذه، وفيها جوج ديال العدسات الفوق. بالنسبه لهادو اللي كيبانوا لكم هنا دايرين بها فهما بروجيكتورات. هادو بروجيكتورات ديال الاضاءه الليليه، كيشعلوا هادو باش يعطوك اضاءه واضحه حدا الكاميرا، ويعطوك حتى الصوره بالالوان. هذا هو الانذار، يعني ملي كتشوف شي انسان كيشتغل هذا الانذار، كيبدا يشعل بالاضواء، الضوء الاحمر والازرق كيبقى يسينيالي، وكتبقى دير واحد الصوت هذاك الصوت اللي كدير الكاميرا فاش كتشد شي انسان، فهي يعني انت اللي كتحكم في هذاك الصوت، ديرو كما بغيتي. يعني مثلا دير فيه صوت ديال بحال ديال لومبيلونس غوات، دير فيه مثلا صوت ديال شي انسان كيهضر، دير فيه صوت ديال سير فحالك، اجي لهنا، شكون انت، اي صوت بغيتي. حنا راه ملي تدخل القناه عندنا غتلقى جميع المعلومات على كيفاش دير هذاك الصوت، فين كيركب الكابل ديال الشارج، يعني ديال الطاقات الشمسيه. يعني راه ماشي مكاينش شي حاجه صعيبه. هنا كتحل، هنا كتلقى هذاك البلاصه تيب سي بحال الشارج ديال التليفون عادي، كتركب الكابل سهل جدا. هذا هو باف ديال الكاميرا. هنا من كتهضر، يعني فاش كتهضر انت هذا هو هنا من كيخرج الصوت اللي هو مكبر الصوت. بالنسبه للكاميرا ايضا فيها ميكرو اللي هو هذا راه ميكرو، يعني انت فاش كتهضر اي انسان كيكون كونيكتي مع الكاميرا كيسمعك. يعني مثلا هي الكاميرا محطوطه، مثلا لنفرض ان الكاميرا كاينه هنا حدا العرسه، دايز شي واحد انت غدوي معاه، الا جاوبك هو تا هو غتسمعه. الا جاوبك مثلا من حدا الكاميرا قال لك ويا خويا، انت غتكون شاد تليفونك غتسمع داك الانسان. هذا هو مستشعر الحركه باش كتبع اي حركه حداه وكتبع بنادم. وبالنسبه للكاميرا كما كتشوفوا فهي كدير 360 درجه، يعني بحال هكا كدور هي حتى للخلف، كتجي هنا عاوتاني حتى للخلف. زاويه الرؤيه في الكاميرا 360 درجه. بزاف الناس كيشريو من عندنا الكاميرا، وملي كيجبدوا هادشي كيقول لك ما لقيناش السيبورات. بالنسبه للناس اللي كياخذوا من عندنا الكاميرا ضروري تحيد هاد الكاش هذا الابيض، وهنا غتلقى السيبورات ديال الطاقه الشمسيه. هادو السيبورات ديال الكاميرا ديال الطاقه الشمسيه، كديرهم في الطاقه كتركب الطاقه كما بغيتي بالوضعيه اللي بغيتي. راه كيجيو هما تما كيتحركوا، كيجيو بحال هكا، يعني فيهم هاد المنطقه، هاد البلاصه موبيل، كيجيو منهم جوج. ودائما كنأكد لكم كاميرا الطاقه الشمسيه ديال ارفاديس فيها جوج الواح ديال الطاقه الشمسيه، الوحيده في المغرب اللي كدير جوج الواح ديال الطاقه الشمسيه. ودابا غادي ندوزو نركبوا الكاميرا ديالنا في السيبورا، هذه اللي غادي نركبوها ان شاء الله حدا العرسه. بالنسبه للكاميرا كما قلنا لكم خديناها على قبل هاد العرسه، غادي نركبوها هنا ان شاء الله باش نحداو بها هاد العرسه، وغادي تشوفوا ان شاء الله معنا في النهايه كيفاش غتبان الصوره ان شاء الله، ومن غادي نحطوها في بلاصتها. دابا غادي ندوزو للتركيب اللي قلت لك. كما قلنا لكم اخواننا الكرام، فالتركيب سهل جدا. بالنسبه للتركيب ديالها فهو بسيط، كيجي معها كلشي، ما تحتاج والو. ها هما الفيسات ديالها، كتحط الكاميرا في بلاصتها، كدير الفيس، كلشي كيجي معاه، ما تحتاج دير والو. بالنسبه للفيس ها هو الفيس الثاني، طرنوفيس، كتفيسي داكشي. الحاجه الوحيده اللي غتخصك هي طرنوفيس، وتشري من بغيتي تاخدو. ها هو دابا من بعد ما فيكسينا الكاميرا دائما كيجيو معها 4 الفيسات و4 بلايص ديال الفيسات. انت فيسي كما بغيتي. انا ركبت جوج، وغنزيد نركب هاد الجوج ديال الكاميرا ديال الطاقه الشمسيه.
واحد المعلومه مهمه هو ان الكابليه ديال الطاقه الشمسيه فيهم تقريبا مترين، يعني تقدر انت تركب الواح ديال الطاقه الشمسيه على برا ودير الكاميرا لداخل، ما عندكش مشكل. وفي المجموع ديال الكابلي كتبقى فيهم تقريبا 2 المتر، يعني هذا فيه نص متر وهذا الكحلين فيه متر ونص، هي 2 متر، يعني تقدر تركبها على برا، تركب الالواح على برا والكاميرا لداخل. بالنسبه لهذا الكابل ديال تيب سي فهو ساهل، ها هو كيجي. بالنسبه لهذا الكابل ديال تيب سي فهو اسهل ما كاين، يعني ما كاينش شي صعوبه انك تبدا تبرونشي ولا شي حاجه. هو كابل تيب سي بحال الشارجور كيركب هنا، ها هو بحال ديال الشارجور، ها هو صافي. احنا ركبناه دابا، حنايا سالينا التركيب ديال الكاميرا ديال الطاقه الشمسيه. الصعوبه اللي كاينه الوحيده هي انك تجيب طرنوفيس، هذه الصعوبه الوحيده اللي عندك. وكيفاش جات اعزائنا المشاهدين. بالنسبه للكاميرا فغادي نديوها ان شاء الله لاحسن نقطه اللي خصنا ناخذو باش تحضر لينا مثلا العرسه كامله. حنا خدينا 2 كاميرات عقب العرسه، وحده منا وحده منا، غنديروها ليه في القنت، وانتم غتشوفوا ان شاء الله غير كاميرا وحده غتشد لينا العرسه كامله من جميع الجهات. فديك البلاصه في القنت ان شاء الله غنديروها في القنت باش تشد لينا العرسه كامله، غير وحده غتشد لنا العرسه كامله وانتم غتشوفوا معنا. يلا سيدي بسم الله. هاي الكاميرا ديالنا كيف جات ركبناها في القنت ديال العصا باش تشد لينا لا زون كامله ان شاء الله، وانتم غتشوفوا كيفاش شاده هي تقدر تغطي هذه المساحه كامله. هاي كيفاش جات، ها من اللور ديالها، من القدام ديالها ان شاء الله، هاي كيفاش غتبان لكم. ها انتم من القدام ديالها كيفاش كتبان، وغير الشوفه ديالها كتخلع، لا ما تحتاج تقرب عندها كاع، كتبان لك انها يعني كاميرا فهمتي كتخلع الانسان بلا ما يدوز من قدامها.